بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد. والنهاردة ولا وصفة ولا روتين. النهاردة هاخدكم في جولة معايا في الشقة. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. استلمنا الشقة. شقتنا شقة اسكان اجتماعي يا بنات. ربنا يرزق كل اللي نفسه فيها يا رب، اللهم امين. الشقة تحفة وجميلة واسعارها يعتبر بالاسعار اللي موجودة دلوقتي، فيعتبر اسعارها جميلة وتحفة جدا. ده غير ان انت بتكملي تمن الشقة، يعتبر اقساط. بدل ما انت مثلا، يعني انا دلوقتي حاليا قاعده ايجار، فبدل ما احط ايجار في شقه في الاخر مش بتاعتي، لا انا بعد كده كل الفلوس اللي هحطها في الشقه انا هعتبرها كأنها ايجار، مع انها هي اقل من الايجار كمان اللي انا بدفعه، وفي الاخر اسمها شقتك. فهي فعلا حلوة. وفي كمان طرح نازل الايام الجاية دي ان شاء الله باذن الله. حتى لو انت لقيتيه غالي شوية واستغلتيه، لا مش تستغليه. على ما تيجي تستلمي الشقة هتقولي الحمد لله ان انا قدمت واستلمت، مش تبص لها في الوقت ده. يعني انت مثلا هتقدمي دلوقتي هتستلميها بعد 4 سنين مثلا، هيكون وقتها الشقق او العمار كله، الاسكان يعني، او اي وحدة سكنية، هتلاقي اسعارها اضعاف مضاعفة. شايفين الشكل عامل ازاي والخضرة والحاجات الحلوة دي؟ كان نفسي الشقة تبقى بتطل على زرع وخضرة وكده. بس مش مشكلة، هي برضو اطلالتها حلوة وجميلة. وتحفة قوي. ربنا يا رب يكرم كل اللي قدم على الشقة وتجيله بإذن الله، ويستلمها على خير ان شاء الله. انا مقدمة في الاعلان ال14. مقدمين بقالنا حوالي كده يعني من 2020. والله يا بنات يعني بقالنا حوالي 6 سنين، 6 سنين كده. شايفين الفيو؟ احنا في حي النرجس، واللي قصادنا على طول الناحية التانية ده شرق الأندلس. انا يعتبر العمارة على على الشارع على طول، يعني هي تالت عمارة انا هشاور لكم عليها دلوقتي. هي دي يعني عمارة على الطريق، وانا العمارة اللي بعدها على طول، بس في بينا عمارتين. هصورها لكم برضو بعد كده. هنا بقى الحمد لله كنا دخلنا الشقة. انا هنا في الغرفة الاخيرة خالص اللي في الوش. بدأت بيها لان كان في ناس بره الغفير واللي كانوا بيسلمونا وكده، فانا ما حبيتش اصور قدامهم وهم موجودين. دي الغرفة الاخيرة خالص يا بنات، اللي هي يعتبر غرفة النوم الكبيرة. هنا في الاعلان ال14. المختلف عن الاعلانات اللي قبل كده او الشقه اللي انا فيها، انا الشقه اللي انا فيها اسكان اجتماعي برضو. الشبابيك مش خشب، ألموتال او نوع من انواع الألموتال. بس انا مش فاكره اسمه بالظبط. بيبقى عليها سلك وليها ضرفه كده بتتفتح، يبقى السلك هو اللي مفتوح. طبعا معروفه الدور الارضي طبعا بيسلمهولك بالحديد بتاعه. وكمان الشباك جاي في النص، فانا مش عارفه في النص كده ميزه ولا عيب، ربنا يستر. هنا بقى الحمام، عزكم الله. هو بس يعني ايه الشقة محتاجة غسلة نظيفة عشان الحاجة تبان. السيراميك لونه جميل، لونه فاتح ولونه تحفة، فبصراحة حلو قوي. وان شاء الله وانا بنضف الشقة وبغسلها وبحميها كده حماية العيد، هصور لكم بإذن الله كل حاجة. دي بقى بلكونة الخدمات. طبعا الشقة دي يا بنات شقة دور أرضي، بس طبعا أرض علو وفيها بلكونة وكل حاجة. وحدة دي البلكونة الخدمات، بس ما كانش معانا مفتاحها فمعرفتش افتحها واصورها كويس. هنا بشوف البيبان، بصراحة البيبان تحفة وشكلها حلو يعني. مش سادة خالص، فيها برضو بروز كده او حفر كده، مدي شكل حلو برضو. الأوكر جميلة بصراحة. في ناس كتير وهي بتستلم ما كانش عاجبها الحاجات دي، بس بتختلف على فكرة من الشركة، مش من الإعلان. لأ، في شركات بتراعي ربنا وبتقفل الحاجة كويس، وفي شركات لأ. فالحمد لله ربنا كرمنا بشقة كويسة جدا، بقصدي بشركة تقفل حلو قوي. طبعا الدور الأرضي معروف ان هما بيقفلوه كل حديد على الحيطان، على سوري، على الشبابيك، وعلى البلكونه الكبيره، وعلى بلكونه المنور. شايفين الفيو يا بنات؟ والله جميل قوي. بس كان نفسي قوي في شويه زرع، بس ممكن بعد كده عادي نزرع شجر ولا كده لو ينفع. هنسأل برضو. ونزرع ان شاء الله. برضو موزعين الكهرباء كويس. يعني هي كل اوضه حاطين فيها لمبه، بس انا بتكلم على يعني ايه، على الفيش، الاماكن اللي تحطي فيها فيشه وكده موزعينها كويس عن الشقه اللي انا قاعده فيها حاليا. فإلى حد ما حلو. واللي عاجبني قوي قوي في توزيع الكهرباء المطبخ، يعني انا الشقه اللي انا فيها دي
المطبخ كله على بعضه مفيهوش غير فيشتين، فيشه للتلاجة والفيشه التانية. متخيلين يعني انا الفيشه التانية المفروض عندي بوتاجاز، عندي سخان، عندي غسالة، عندي غسالتين اتنين في المطبخ، فكل ده في فيشه واحدة ازاي؟ شايفين ما شاء الله، في فيشه فوق اهي، وفي فيشه قصادها مثلا للسخان، واللي فوق دي للغسالة. عندك بقى تحت برضو في فيشه لو هتحطي هنا غسالة، قصدي اللي فوق للتلاجة الاولانية. هنا برضو في فيشه تحت لو عندك غسالة اطباق او غسالة ملابس او بتاعة البوتاجاز، على حسب، انا لسه معرفش التوزيع هتبقى ازاي وهوزع الحاجات فين. هنا برضو ادي فيشه ما شاء الله، ادي اتنين ادي تلاتة، دي بقى لو مثلا هيبقى تحتهم رخامة هتبقى حلوة اوي. لو حاطه كاتل هتشغلي مثلا فيشه حاطه فيها ليد، فيشه هتشغلي فيها خلاط او كبه. طبعا وبرده السيراميك بتاع المطبخ بصراحه تحفه وعجبني قوي. يعني انا كنت قلقانه من الوزره اللي في النص دي يطلع شكلها مش حلو، بس بصراحه شكلها تحفه، خطفت قلبي. فعلا تشطيب المطبخ عجبني، يعني انا كنت قلقانه منه بس الحمد لله اللهم بارك، تشطيبه تحفه والسيراميك لونه لامع كده وجميل. هنا بقى طلعت الصالة. الضرفة دي بتاعة السلك، هم مدخلينها جوه، معرفش يعني السبب ايه. هنا برضو في الحيطة اللي انتوا شايفينها دي اللي عليها الباب السلك، معمول المكان بتاع الشاشة، يعني المفروض هم عاملين ان الشاشة هتبقى هنا. ما شاء الله حاطين لها فيشة في النص عشان تبقى ورا التلفزيون مش باينة، ومكان اللي هو سلك الدش. هنا بقى البلكونة. ما شاء الله الباب بتاعها الألموتال تقيل ومحمل. هنا بقى الباب الحديد، مش معانا المفتاح فما عرفناش نفتحه. يعني هم قالوا لنا فعلا فضلوا يدوروا في المفاتيح اللي معاهم ويجربوها كلها مش لاقوه، واستلمنا الشقه طبعا في الوقت ده. زوجي كان راح على اساس ان خلاص كل حاجه تمام، واستلم مفتاح الشقه، فراح للمهندس ومضى الورق وكل حاجه. لما رجع بقى قالوا لهم هو قال لهم حضروا لي المفاتيح بتاعه البلكونات، الباب الحديد ده وده. طبعا فضلوا يدوروا بصراحه وانا كنت واقفه معاهم، فمش لاقوه. فزوجي بصراحه اتضايق. قالوا لي خلاص احنا لنا واحد زميلنا كمان، دول الغفر يعني. قالوا لي في واحد زميلنا كمان هنشوف لو معاه مفاتيح وهنحاول نشوفه لك. ما كانش هنغير لك القلب بتاع البوابة الحديد دي. هنا بقى الباركنج اصلا بتاع العمارة بتاعتنا في الدخلة، يعني هم 3 عماير كده، واحدة في النص واتنين في وش بعض. يعني وانا شقتي خلفي، فانا كويس ان الشقه خلفي بحيث ان انا اللي داخل العماره او اللي نازل ما يبقاش شايفني او جارح البلكونه بتاعتي وكده. فدي ميزه ان العماره طلعت خلفي بصراحه، ان الشقه طلعت خلفي. هنا بقى يا بنات انا بصراحه حبيت اصور يعني لما دخلت الشقه تاني صورت المطبخ بالتفصيل. ليه بقى؟ لان انا حاسه ان مساحه الشقه اقل من الشقه اللي انا فيها، المفروض ان اللي انا فيها يعني واخداها ايجار اسكان ودي اسكان، والمفروض ان هي 90 متر، فانا حاسه ان كل حاجه في الشقه اضيق من الشقه اللي انا ساكنه فيها حاليا. فانا زوجي بيقول لي لا انت بتهيألك علشان خاطر بس هي ما فيهاش عفش، وعلشان خاطر الارضيه عليها تراب يعني مغمقه السيراميك فمش مبينه المساحه، مش عارفه. يعني باين ان السيراميك لونه بيج بس هو لا، السيراميك لونه يعني ابيض لاوف وايت فاتح خالص، بس عشان التراب مش باين. المهم انا بقى طبعا يعني ايه برضو دماغي، قلت لا انا هدخل اعد السيراميك البلاطات بتاعه الارض علشان بالطول وبالعرض عشان اتاكد. بس فعلا لما انا عديتهم كان برضو في دماغي اجيب المتر وما جبتوش ونسيت. عديتهم طلعوا يعني الطول 290 والعرض 210. انا الجنب ده كله اللي فيه الحوض ده عايز اشيل الحوض ده واعمله كله رخامه كبيره. وعايزه اشيل الجدار اللي هو اللي في الفيشه دي وهشيله، اللي فيه فيشه، وهشيل الباب، وعايزه اكسر بقى من فوق كده عشان اعمل رخامه هنا في دخلة المطبخ عشان يبقى واسع. ان شاء الله استنى الفيديوهات الجايه باذن الله اللي على الشقه، هتبقى فيديوهات جامده ومحفزه، وهصور معاكم كل حاجه بالتفصيل. اشوفكم على خير وفي رعايه الله وحفظ، مع